عارفين السيستم او الروبوت الشرير اللي بيرفض السي في بتاعتك من غير ما حتى توصل للاتش ار؟ السيستم ده اسمه ATS، اختصار لابليكانت تراكنج سيستم. برنامج بتستخدمه الشركات عشان تراجع كميه السي فيز الكتيره قوي اللي بتجيلهم على كل وظيفه مفتوحه. بس البرنامج ده مش بيفتح كل سي في ويقراه، ده بيعمل سكان سريع جدا في ثواني، بيدور فيه في كل سي في على كلمات معينه مطلوبه في الجوب ديسكريبشن او في الاكسبيرينس. لو لقى الكلام ده بيبعت السي في بتاعك للاتش ار، ولو ما لقاهوش السي في بتاعك بيروح في البلاك هول اللي محدش بيسمع عنه. يعني مثلا لو مقدم على بوزيشن في بروجكت مانجمنت، الاي تي اس هيدور على كي ووردز موجوده في السي في بتاعك، لو ما لقاهاش انت كانك مش موجود بالنسبه له. تعمل ايه عشان تنقذ نفسك؟ تعمل ابلود للسي في بتاعك على جوب سكان وتحط معاه الجوب ديسكريبشن لاي وظيفه انت مقدم عليها، وهو هيقول لك لو السي في بتاعك هيعدي ولا لا. وكمان في الفري فيرجن ممكن تقترح عليك الحاجات اللي تظبطها علشان السي في بتاعك يعدي بنسبه اكبر. الاي تي اس مش ضدك، هو بس مبرمج يدور على كلام معين وانت لازم تفهم وتكسبه في اللعبه. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الاي تي اس اكتبوا لي اي تي اس في الكومنتس وانا هبعت لكم تيبس، وقولوا لي التشالنجز اللي بتواجهكم في الموضوع ده. Let's Nova Mind.